كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير. اليوم الفلوج تبعنا من جامع محمد علي. جامع محمد علي هذا بنص القاهرة، بقلعة صلاح الدين، داخل قلعة صلاح الدين. اليوم الفلوج حيكون من جوات الجامع، حنصوركم جوات الجامع ونورجيكم كل شيء من جوا. رح ورجيكم هلا المكان. شوفوا هلا الدنيا هون حوالين الجامع شلون. هذا المكان ببين منه القاهرة كلها. في هون عندكم جامع الازهر، وفي كثير جوامع قديمه هون. ورح نبلش مشوارنا من دخولنا من مدخل القلعة. مدخل القلعة مثل ما بتعرفوا نحن عملنا فيديو لقلعة صلاح الدين كاملة، وكان هذا الفيديو سريع كتير، يعني ما فصلنا كتير بالفيديو بالمناطق اللي شفناها، لأنه داخل القلعة في أكتر من مسجد وفي أكتر من متحف وأكتر من قصة جوات القلعة، لأنه هي القلعة كانت مثل ما حكينا هي مركز الحكم لمصر. فجوات هي القلعة في كتير كنوز، وفي كتير مشاهد يعني نحنا ما غطيناها كلياتها. فحابب أنا بهالفيديو غطي لكم بس مسجد محمد علي. واليوم كان مشوارنا يوم الجمعة بوقت صلاة الجمعة، الحمد لله لحقنا صلاة الجمعة داخل مسجد محمد علي. ومن أهم الشغلات يلي حنحكي عنها اليوم هي موضوع صلاة الجمعة، ورح نحكي بس أنه صلاة الصبح بالمسجد، وبعدين قراءة القرآن والاجتماع بالعيلة، يعني الفطور مع العيلة مثلا، وبيتعطر الإنسان، بيتحمم وبيتعطر وبينظف نفسه وبينزل للمسجد وهو لابس أجمل ما عنده، أجمل الملابس وطهارة ونظافة. في ناس بتاخد أولادها على المسجد حتى لو كانوا أطفال صغار. أنا بحب أنه أي حدا عنده طفل صغير لازم يعود هذا الطفل على الصلاة، على صلاة الجمعة، وعلى يوم الجمعة أنه هو يوم الصلاة ويوم العبادة ويوم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبتروح على المسجد لحتى تحضر خطبة الجمعة، حتى تسمع كلام الله سبحانه وتعالى وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وتسمع العبر والحكم من قصص الصحابة وقصص التابعين وقصص العظماء هي الأمة الإسلامية يلي حملوا الدين لحتى وصل الدين لعنا بهي الصورة اللي نحن هلأ أغلب الناس ما لم أدرى قيمة الدين، قيمة إنك أنت تكون مسلم وموحد وبتعبد إله واحد، ودينك هو أحسن دين وهو أفضل دين، والأمة اللي أنت فيها الله سبحانه وتعالى بيقول عنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سبحان الله. نحن اليوم بمسجد محمد علي. مسجد محمد علي داخل قلعة صلاح الدين. المسجد كتير حلو، مسجد كتير كبير، مسجد تاريخي وعريق. نحن صورنا لكم شوي بالجامع، صورنا شوي من خطبة الجمعة. مثل ما شايفين وراي في كتير عالم سياح جايين لهون يتصوروا ويصوروا. المكان جدا جدا حلو. يعني جولة كتير حلوة. إذا حدا أجى على مصر وحب يزور جامع كتير كبير وجامع كتير حلو وجامع تاريخي، يعني فيني أقول إنه قريب لجامع الأموي اللي بسوريا. جامع كتير كبير. هلا حصور لكم الجامع من برا كمان. الفكرة يا جماعة إنه نحن عم نصور مجموعة كبيرة من الجوامع، عم نلف على جوامع القاهرة. أكتر شي جوامع القديمة يلي فيها مثلا تاريخ كبير. ليش مسجد محمد علي؟ لأنه مسجد محمد علي يعتبر من أهم المساجد بالقاهرة، لأنه هذا المسجد كبير وله صحن، وبتعرفوا المساجد الكبيرة واللي له صحن بيكون له ميزة عن المساجد العادية اللي ما بيكون له صحن داخل المسجد. الخارجية لمسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين. مسجد محمد علي إلا من المساجد التاريخية بمصر. ومسجد محمد علي بيشبه كتير مسجد آيا صوفيا بتركيا، والشبه بين هذا المسجد وهذا المسجد هي شكل القبب وكثرة القبب بهذا المسجد
هي بتميزه عن بقية المساجد بالقاهرة، وشكل المسجد الخارجي يلي انت وجاي للقلعة وداخل من خارج القلعة بتشاهد هذا المسجد بمنظره بعماره بوقفته بهيبته. بيتميز هذا المسجد انه له قبب، وداخل هذا المسجد في صحن، وهذا الصحن بيتميز بانه صحن كبير، وفي بهذا الصحن شغلة كتير مميزة، واللي هي مثل ما بنعرف نحن انه بكل صحن مسجد في موضع، في مكان للوضوء بنص ساحة المسجد. وايضا في عنا ساعة، بهذا المسجد، هي ساعة مميزة وكانت هدية من أحد الملوك أوروبا لمحمد علي، للقائد، قائد الجيش محمد علي. لحتى نتعرف على محمد علي لازم نقرأ التاريخ المصري كتير منيح. محمد علي كان أحد السلاطين يلي حكموا مصر عن طريق الدولة العثمانية، وكان هو عثماني وحكم الدولة، وأسس في هاي الدولة جيش قوي، جيش كتير عظيم. كان قوام هذا الجيش بيتألف من أفراد جنود ومجندين ورتب صغيرة من المصريين، وكانت الرتب العالية داخل هذا الجيش هم من الأتراك العثمانيين يلي كانوا عم يحكموا هالبلاد بهداك الوقت. وركز محمد علي بجيشه على الاعتماد على المصريين. كان هو محتل، أو كان محمد علي مسيطر على مصر والسودان، وخلال هي السيطرة على مصر والسودان حب يأسس جيش، فراح على السودان وجاب الشعب السوداني، من الشعب السوداني ناس لحتى تخدم بالجيش. ولكن لقى أنه أهل السودان مالن قدرة على تحمل تحمل السفر وتحمل الحروب، ما لهم قدرة على القتال مثل المصريين اللي كانوا أشداء وكانوا فلاحين وكانوا أقوياء بهذاك الوقت. واعتمد محمد علي على أهل الصعيد، أهل الصعيد يلي أمر بتجنيدهم إجباري. فكتير ناس من شباب الصعيد بهذاك الوقت راحوا على الجيش المصري. خلصنا البيجامة بتاع السنوات. وهلأ منكون وصلنا للمكان يلي بيكشف القاهرة القديمة بشكل كامل، وبيكشف أحياء القاهرة والمباني العالية اللي فيها والأسواق والأماكن الشعبية، وكل شيء بالقاهرة ممكن تشوفه من هذا المكان. وحتى مساجد من كبرى المساجد بالقاهرة مثل مسجد الرفاعي ومسجد الأزهر، وكتير مساجد ممكن تشوفها من على هذا الارتفاع الكبير. وقلعة صلاح الدين مو بس فيها مسجد محمد علي، في بقلعة صلاح الدين محطات كتير لازم نوقف عندها ونصورها. يا جماعة هلا وصلنا لفترة البريك. فترة البريك هي إجبارية، يعني هي مش فاضي بطلع لازم أقعد بريك، مو طول الوقت عم صور. يعني هلا تكمل تصوير الحاضر شغلة يعني. هلا البريك تبعي عبارة عن براد الشاي الأساسي وين ما بروح، وجاتو شي طيب يعني. هيك يعني هذا هو البريك تبعي. قلت لحالي من وحي هالاجواء الدينيه خليني انشد لكم انشوده. انا صوتي كتير حلو بالانشيد على فكره، كانوا يحطوني بالجمهور المشجعين. انت نور الله فجرا. خليكم مشتركين، واذا ما عجبكم الصوت يعني خلاص فيكم تشطحوا المقطع شوي، واللي وجعوا اذانه يعني سامحني. يا جماعة لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تحطوا لايك للفيديو، تشاركوا هذا الفيديو عند أصدقائكم. الهدف من هاي الجولات كلها يعني نورجيكم على الدنيا، نورجيكم على العالم، نلف العالم معكم، نورجيكم يعني الحضارة اللي انتم ما شفتوها. الناس البعيدة عن هاي البلد او حابة تزور هاي البلد مثلا بس مو عرفانة شو الترتيب هون، نحن عم نورجيكم الجو. مصر كتير بلد حلوة للسياحة. أنا يعني عم زور كتير مناطق سياحية. أنا الحقيقة هي أول تجربة إلي
اني اجي على قلعه صلاح الدين وصور فيها. هلا انا داخل جامع محمد علي مثل ما حكينا. رح كمل تصوير الجامع، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك.